ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا الحلقه الرابعه من سيد الاشباح. لو ما شفتوش الحلقات اللي فاتت هسيبها لكم في الاي اللي فوق، وما تنساش قبل ما تبدا الحلقه تعمل لايك وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نخش في الحلقه الجديده. رمى الشنطه عليه وهو مسكها بايديه الاتنين، ولين فينج اتنفذ الصعداء لانه خد الشنطه ومشي. وفي الوقت دوت في المنطقه المركزيه شي تشينجا صاح بصوت عالي هو كبير المدينه هنا وعندنا موضوع عاجل نبلغه بيه. والمساعد بتاعه بلغ كبير المدينه بكل احترام. وصلت لنا اخبار مذهله امبارح بالليل الجنرال اللي من غير رأس عنده الحدود اتقتل خلاص. والبنت اللي اسمها لو قالت ببرود تقصد لين فينج صح، وهو قضى على روحين شريرتين من درجه عاليه، وكمان قاد الفريق اللي بيقضي على الاشباح. وده عبقري فعلا، احنا كنا عارفين دوت. ويوني اللي جنبها تدخل وقال جسم روح مخفيه نادر تظهر مره كل 100 سنه، ازاي تسيب تحالف طرد الارواح ياخدوه؟ ومهما حصل لازم ندمه باي ثمن. جوه حنا في هنج المنطقه المركزيه اصوات شتم بتتعالي ومزعج فعلا. اتنين بلطجيه صاحوا بصوت عالي، صوتكم عالي قوي كله دوت بسبب الجنرال، احنا مش بنقدر نخرج من المدينه نكسب فلوس، كمان الجمعيه ملهاش فايده. والنادي القلب برود خليني اقول لكم حاجه، اخترقت نظام جمعيه طارد الارواح داخلي، والجنرال اتقتل امبارح بالليل. قراتش كتير وما تكذبش علينا. اتنفسوا الاتنين من الدهشه. ولين فينج ازاي ده ممكن وهو عنده 15 سنه بس وقتل روح شريره؟ وحتى احنا مش هنقدر نعمل كده هوت، واكيد كسر رقم قياسي جديد. وناس تانية كمان قالت في ناس اتولدت قويه وشكلها حلو ومع كده هو بتشتغل اكتر من، وانتوا كلكم فوق ال30 ولسه زينا. ايه فايده الحياه وليه ما تروحوش البيت؟ في اللحظه ديت اصوات جت من الاوضه الصغيره، ولين فينج صحي تساءل بكسل وسال بنعاس ايه الموضوع. والرئيسه ابتسمت وقالت حد من بيت كبير المدينه بيدور عليك. ايه وقاعده بهدوء على الكرسي ومدحته، وسمعت كتير عنك ومبسوطه ان قابلتك النهارده، واضح انك فعلا موهوب. ولين فينج رد بهدوء مفيش داعي للمجامله، محتاجه حاجه مني وانا في لونج كنت واخده بالي منك، بس تحالف طاردين الارواح سبق وخدك، والمره ديت قضيت على جنرال من غير رأس، ومهما حصل لازم اعزمك تنضم لبيت عيله كبير المدينه. ولين فينج عبس بجد، اعتقد ان هضطر اخيب ظنك. وليه يرد بهدوء ماشي استنى وبعدين قرر بنفسك. وهي شرحت التحالف اصله تاسس على ايدين طارد الارواح الاقوياء في الشمال، والدي كمان ليه مكان هناك. بموهبتك المقر الرئيسي هيهتم بيك كويس، وممكن كمان يبعتوك للمدينه اللي فيها اكبر عدد من الارواح وتدعم المدن وقت موجات الاشباح، بس هتفقد الامان والحريه. ولين فينج سال بحماس يعني الانضمام ليه افضل، وليه يرد بسعاده اكيد، وكمان الشروط اللي بعرضها اكتر من مجرد انك تبقى تابع في هاي تشينجا. وهي شرحت اكتر ابويا عنده 86 سنه وكان فاكر ان ممكن يموت خلال كام سنه، وساعتها انا هبقى حاكمه مدينه هاي، وبس قوتي مش كفايه دلوقتي وعايزه اختار رجل قوي كجوز ليا. ولين فينج اتصدم من اللي سمعه. ليو مالت راسها واقترحت في الاصل بابا كان يختار ناس كتير ليا، بس انا اقنعته خلال كام سنه تقدر تبقى سيد اشباح مستوى الارض، وساعتها هنتجوز ونورث هاي تشينج ونصها يبقى بتاعك. رايك ايه؟ ولين فينج فكر ده فخ، ولا ده مش بس جمال، هي عايزه تديك المدينه، وهي واحده من الست مدن المركزيه الكبيره بعدد سكان 8 مليون، و90% من ساده الاشباح هيوافقوا فورا. بس هو سالها اختي لي انا، وليو فجاه احمرت من الخجل. وايه اللي قلته دلوقتي؟ ولين فينج خدش راسه مستغرب، انا عندي 15 سنه بس، والا ازاي اقول لك يعني؟ وليو ضحكت وغطت بقها، مش هتبقى 15 سنه بعد 5 سنين، وما تقولش اني بستغلك. طيب فكر فيها الاول، انا راجعه دلوقتي. ولين فينج اتفرج عليها وهي ماشيه وهو مستغرب، هو انا قلت حاجه غلط؟ والرئيس ايام باصت للين فينج مستغربه، عملت ايه للانسه ليو دلوقتي؟ وليه وشها كان احمر لما مشيت؟ وما عملتش حاجه بس ناديتها يا اختي، وقالت له انت عمرك ما ناديتني باخت. هنروح لليو وهي راكبه العربيه مساعدتها سالت انسه محتاجه فوطه، وليو بصت بزعق وسيبوني مع نفسه. وهي فكرت في نفسها ليه ما حدش قال لي انه عنده 15 سنه وهو شكله اكبر من كده بكتير، وسيم وناضج، والبنت ديت صغيره وجميله قوي، وازاي احس بالذنب كده هوت زي بقره عجوز بتاكل عشب صغير. في نفس الوقت نينفينج كان فضولي، بنت حاكم هاي لسه صغيره كده هوت، طب ليه هو عنده اكتر من 80 سنه؟ والرئيسه هيان ردت فعلا سمعت ان حاكم راجل غريب كمان كان شخصيه مهيمنه وهو صغير وعمره ما اتجوز لحد ما حس انه كبر قرر. وهي ضافت ليه وجسمها نفسي، وهي الوحيده من بين كل عيلتها اللي ممكن ترث منصب ملك المدينه، ورأي الحاكم مش هيعيش كمان سنين كتير، والعمر 86 وسط سيدات الاشباح يعتبر الحد الاعلى. ولين فينج عبس شويه، طب بعد ما الحاكم هاي تشينج يموت ايه اللي هيحصل لروحه؟ والرئيسه يان شرحت روحه قويه جدا ومحدش هيقدر يسيطر عليها بعد موته، واكيد هتخرج تسبب فوضى كبيره وتجيب كارثه، وعلشان كده هو قبل ما يموت لازم يسيب هاي تشينج ويروح سجن الارواح علشان يقضي على الخطر المخفي. ولين فينج اتفاجئ وايه دوت سجن الارواح؟ والرئيس هيان قالت مقر تحالف سيد الاشباح عنده سجن معمول من ذهب بيحجز الارواح الشريره اللي سببت موجات اشباح ل100 سنه، كمان الارواح اللي اتطلقت بعد ما سيد الاشباح الاقوياء يموتوا.
وقبل ما يدخل السجن بيتقفل عليهم بالذهب. وبعد موت سيد الاشباح الرعب بتتقيد جواه، وبعد سنين لما القيود تضعف على سياد الاشباح تانيين يقدروا يحاولوا يسيطروا عليه. وهي قالت بتوقع اول ما تساهم بمستوى معين في التحالف كسيد اشباح هتقدر تروح سجن الارواح وتمسك واحد، وانا بالفعل اخترت لك واحد. روح القتل من المدينه رقم 55 محدش قدر يسيطر عليها قبل كده ولازم تكون مستنيه. ولين فينج ضحك هو نفسه ان هي بتبالغ، والرئيس هيان اقترحت بطريقه لعبه يبقى لازم تساعد اختك ما تسيبش حد تاني ياخدها تمام. ولين فينج ضحك بسخريه هحاول على قد ما اقدر. والنظام تم اكتشاف رساله روح شريره رايحه عليك تجه للغرب في ارض ما فيش فيها حد واستنى. ولين فينج استغرب رد سريع كده وراح للمكان المخصص وهو بيتمتم لنفسه هستنى هنا وظل جاي بيستقبل مش بيخطف، والمرسل المفروض ما يهاجمنيش. والروح الشريره اندفعت لقدامه بالاخر وقفت وسلمت الرساله بايديها الاتنين للين فينج وتلعثم وقال شكرا. والروح الشريره كان باين عليها عايزه تقول حاجه وسابته محتار، والرساله اتسلمت ليه ما راحتش. ولين فينج فكر دي المكافاه اللي هو محتاجها وخد المكافاه ومشي. ولين فينج ماشي تقرا الرساله الاول، والعروسه فورا فكت الشفره بتاعت الروح الشريره وكان مكتوب جنوب غرب الوتشينج اتبع الهاله. ولين فينج خمن هو دير السمكه الخشبيه. بنت الروحيه في الرساله دي ممكن تكون محبوسه جوه وزي الاحذيه المطرزه بتاعت العروسه، وان روح شريره توصل رساله ليها ديت فعلا شيء مدهش. والطلب في الرساله شويه مش واضح بس المعنى العام اتبع الهاله الروح جنوب غرب الوتشينج وممكن توصلني هناك. والحصان صعل ووش لين فينج مليان عزيمه وتمام هروح اسيطر على تالت روح شريره دلوقتي. ومنظر خراب بدا يظهر قدامهم ولازم نوصل للونج الليله. جهاز الاتصال رن، كانت رساله من الرئيس هيان لين فينج غرب الوتشينج. موجه كبيره من الارواح الشريره ظهرت فجاه ومستحيل نوقفها، وتحالف اسياد الاشباح بعتني هناك لدعمهم وانت كمان لازم ترجع رجاء. وموجه الارواح الشريره سببها هجوم مئات الارواح، كارثه غامضه واقوى قوه في الزمن وعاده تظهر كل كام سنه والمنطقه حوالينا كلها محميه من اسياد الاشباح. المدن عاده عندها خطوط دفاعات خارجيه كتيره، ورغم ان مفيش اسوار معدات الكشف موجوده مع الحصون المهمه لاسياد الاشباح، وكل ما تقرب من الدفاعات الخارجيه كلما ترتفع المستوى. واول ما الدفاع يفشل والموجه تكسر خطوط المدينه كلها تواجه خطر الاباده. في اكاديميه الاشباح المدرس قال بهدوء طبعا في موجات قبل كده حصلت ودايما دافعنا عنها بنجاح ومحدش يقلق زياده. وتلميذه وقفت وسالت لو خطوط الدفاع وقعت هنموت، انا كمان سيد اشباح ليه ما اقدرش اخرج واقاتل الارواح؟ والاستاذ اتكسف وما قدرش يجاوب. والدرس اللي جاي محاكاه الهروب، هنرد على اسئلتكم. والدرس انتهى في الحصن رقم 1 في مدينه ليانانجا المنطقه الشماليه. الشخص الموشوح رد على قولي لسه موجودين هنا، ومجموعه من الناس اتكلموا بحزن سمعنا ان خطيره اول مره ديت ويلا نرجع للمدينه وندافع. وموجه الارواح الشريره جايه من الغرب فالمكان ده نسبيا امن، يلا بينا احنا كمان بنجهز نرجع. ومين يعرف كم سيد اشباح هيموت المره ديت. واحد منهم لاحظ بسرعه حاجه غلط والفريق صاح في هلع ازاي كده بسرعه، وروح من الدرجه الاولى كسرت خط الدفاع وخلاص هنواجهوا لحد الموت. واستدعوا طاقه الارواح علشان يحققوا من الوضع، وقطيع وحوش اندفع مع بعض للهجوم وما كانوش قدامه خالص. والناس ديت اتوترت وقالوا انهم سمعوا صوت حوافر، والشخص رد مستعجل سمعت الخيول جايه منين. والمسخ اتضرب على وش البنت شحب من الخوف وقالت ان الغول اقوى من اللي قبله، استنوا بصوا على الخيل. ولين فينج واتنين من الحلفاء ظهروا بشكل رهيب، والمجموعه ديت عرفوهم واخفوا اسياد الاشباح بتوعهم وشكروا لين فينج بسعاده. ولين فينج ضغط على الباقيين انتوا اسياد الاشباح من لوتشينج، وايوه موجه الارواح من الغرب دخلت هنا خلاص وانتوا كمان خدوا بالكم. وقبل ما يكمل الكلام شاف 3 بيخرجوا والبنت فجاه افتكرت وناقشوا الموضوع بحماسه. انا شفت اكيد هو ما كانش لسه عدى مسابقه الترتيب، ازاي هو قوي كده والخيل اكيد مش كائن حي. تقدم الشاب مرعب فعلا. ولين فينج فكر لنفسه غرب لوتشينج والتعب كان واضح عليه، في ارواح اكتر بره بس فرصه كويسه اصعد مستويات مع موجه الارواح. وبص بسرعه دي موجه ارواح وفي وحوش كتير خلاص في المنطقه الاولى، وممكن تتخيل مدى شراسه اللي حوالينا. ولين فينج فكر بكلام اللي قاله الرئيس هيان قبل كده، وخط الدفاع عامل زي الحبل كل ما تدخل لجوه يضعف اكتر. والمنطقه الخارجيه الثالثه فيها اقوى اساده بس بيتعاملوا بس مع الارواح الشريره الكبيره، والمنطقه الثانيه هتفلتر الارواح الشريره الثانيه. والمنطقه الاولى بتغلب بالعدد كده، موجات الارواح ممكن تتوقف طبقه بطبقه ولا مفيش تردد. نعمل تنظيف كبير الاول. كل معارك لين فينج كانت كلها انتصارات، وكان بيقدر رغم ان الخبره من السفليه قليله لكن الكميه الكبيره بتعوض وما يتعطلش دلوقتي. وصرخه جت من مكان تاني واخو يوان الفريق الثالث اتدمر تماما ومش قادرين نصمد اكتر. والشاب نادى على هانو بقلق انت اقعدي هنا اهوت وانا هغري الروح من الدرجه الايه ديت للنقطه الاماميه، خد بالك جامد. ويوان فوق باص لقدام بصدمه ازاي وايه وكل حاجه في الطريق اتدمرت. وبسرعه حول الموتوسيكل
شمال علشان يتهرب، وبعدين شاف بخوف ازاي ده ممكن، وروح تانية من الدرجة الأولى واتصدم كرتين، وهنا ندت على يون ودفعت أرضية برجلها الاتنين وقفزت، ولين فينج أنقذ الشخص البريء دوت ورماه على الأرض تقريبا، والمساعدين قلقانين سوا الكابتن أنت كويس، ويون رد بقلم شايف سيد الأشباح ده كويس، ومينج قال فورا سريع أوي أكيد وسيد روح بعته للجمعية، ولين فينج فحص جهاز غريب مستحيل المنطقة التانية يكون فيها أرواح شريرة دي كلها، واستنتج فيه ثغرة يلا بسرعة نخرج، وأعداء كبيرة من الوحوش اندفعت لقدام، والنظام أعلن النصر واقترح ترقية، ولين فينج وافق فورا وتم ترقية شوان هاو للرتبة الاس، تعلم قدرة جديدة الضباب يضيع اتجاه العدو، ولين فينج قال برضا ممتاز دلوقتي للمنطقة الخارجية، ومعركة شرسة شغالة في المنطقة الثالثة، والمساعد نادى على المسن فاي بقلق الأرواح بتزيد أكتر وأكتر، ودعم التحالف ما وصلش لسه، ورد بحزم ما يهمش الدعم وصل ولا لا لازم نحمي لوتشينج، وفجأة وصل تقرير الروح من الدرجة اس جاية من الغرب، وخلي المسن فاي يلعن اللعنة، ودلوقتي مش قادر يعمل حاجتين في نفس الوقت، ولين فينج دخل الغابة المظلمة اللي مليانة آلة شريرة بحذر، وراقب اللي حواليه وسأل نفسه المملكة ديت مش اتدمرت، ودي فعلا روح من الدرجة اسمها الدب الأسود والأبيض، ولين فينج فكر محتار ازاي الروح دي شكلها لطيف شوية، والمسخ هاجم فجأة وهو تفادى بسرعة، وزعق بس قوي قوي، والدب الأسود والأبيض جري وراه بجنون، ولين فينج نادى على شوان هوا علشان تستخدم الضبابة وبعتت على طول، وأطلقت طاقة شريرة كثيفة من كفها، بعد كده هو الدور تونج اتحولت وهجوم سريع للانتصار، والبنت الصغيرة ماسكة سيفها الكبير بإحكام وهجمت بالأسود والأبيض بضربات قليلة، الوحش اتراجع وفقد توازنه، وفجأة جه ولين فينج عبس وديدوميا ايه الكرة الصغيرة اللي في النص ديت، وطلع كائن صغير جدا من جواها وده شكله الحقيقي، والمكان اهتز وخلى لين فينج يتوتر، واللعنة ده بيتعصب وفرع حد طلع من الأرض، ولين فينج صرخ المملكة الروحية توسعت تاني، وفي نفس الوقت المساعدين كانوا في فوضى، وده وحش من الدرجة اس وصلت هنا هو وبتبلغ منطقة المسن فاي يروحوا بلغوا، والراجل نادى بصوت واطي سيب المسن فاي، والمسن فاي تنهد، روحوا اتصرفوا مع الروح من الدرجة اس، والراجل دوت رد ببرود تماما، تب الابيض والاسود شكله بقى غضبان جدا، ولين فينج ابتسم بسخرية مش هيجي انا من زمان متقن نقاط تكوين الارواح كده اهوت، وشيان هو استخدم النار المقدسة، وتيار القوة اتشبكت وشكلها آلية احتواء واخيرا نزلت، والنظام ظهر وقال انه قتل شبح من الرانك اس، والروح الشريرة كسبت 35,000 خبرة، وافضلية الرفيق زادت ب3، وخدت شيزيا واحد وبامبو شبح واحد، والمسن فاي وصل في الوقت الصح، وفكر بدهشة ليه الهالة الروحية اختفت فجأة، وشاف 3 شخصيات قدامه روحين شريرتين وخبراء التحالف طلعوا، والشمس بدأت تطلع والهتاف انفجر واحد ورا التاني، والفترة اليومية نص ساعة امان وصلت، واخيرا نقدر نتنفس بارتياح، ومساعده بلغ المسن فاي عدد الخسائر اتحسب 13 فرقة ماتت بينهم 5 من طاردين الارواح واورلانجا، وفي كام ساعة بس اكتر من 60 شخص ضاعوا، ومسن فاي برد بهدوء شكرا لو مفيش دعم المرة ديت الخسائر كانت هتكون اكبر بكتير، ولين فينج رد بلا مبالاة ولا حاجة، المسن فاي افتكر فجأة صح سمعت ان التحالف بعت فرقتين ليه انت لوحدك هنا، ولين فينج قال بهدوء انا مجرد مفوض خاص شغال لوحدي، وفاي تنهد لنفسه وقال قوي قوي، وقبل ما الفرقة ال5 توصل فعلا عنده قوة في سن دوت، واستحى من نفسه ممكن اعرف اسمك وسموني لين فينج، وشابين لاحظوه لين فينج سمعت عنك عمري ما كنت متوقع اقابلك شخصيا المرة ديت، وانت اللي اتعاملت مع الارواح الشريرة اللي كانت محاصرة المدينة قبل كده هوت العبقري النفسي، وفاي مدحه على طول اول ما سمع، يعني كده هوت الابطال ظهروا من الشباب، ولما سمع عن موجة الارواح في بلدهم مدينة الصفصاف جري على طول، والاخ الشابلين بالمسؤولية ديت نفسي صاحبك، ونص ساعة بعد كده هوت المدينة كلها بقت صاخبة، ومسن فاي الموجة الروحية هنا الراجل ذو الشعر الاخضر قال بقلق بص المرة ديت اقوى عدد الارواح الشريرة هائل، ومن خلال المنظر وش الشخص الموشوح مليان خوف، اللي انا شفت خريطة اجهزة كشف الروح، والروح اللي بدرجة اس ظهرت، ومعلومات على شاشة الجهاز ظهرت لا دول 2 من المستوى اس، ومسن فاي سأل بدهشة ازاي دوت، وفكر في نفسه اصابتي لسه ما اتعافتش، واحنا ناقصين واكيد مش هنقدر نكسب الا لو نقلنا اسياد الاشباح من الجنوب، واحد تاني جري يبلغ المسن فاي خبر وحش من الجنوب، موجة ارواح ظهرت هناك كمان وحصنين اتدمروا تماما، والمسن فاي توتر وايه دوت المصائب الجنوبية عمرها ما هتيجي لوحدها خلوا كل حاجة تنتهي هنا، والمسن فاي نادى على الاخ الشابلين وده خطير جدا يطلع على حصانك الروحي وغادر فورا، لو عبقري زيك حتى لو كل مدينة الصفصاف راحت ما تموتش هنا على الفاضي، وسيب الباقي للرجالة الكبيرة احنا هنعمل اقصى جهدنا ونشتري وقت، لو ضحينا دلوقتي لما تكبر بعدين ساعدنا ننتقم، ولين فينج قال بهدوء استنى خليني ابص من قريب، كان في كائنين كبار كده كرويين على جنب واحد روح شريرة سوداء من الدرجة العليا وبجانبها بيضاء، ولين فينج لخص 2 كبار وجايين معاهم ارواح من الدرجة الاولى وكمان حواليهم قريب من مينا من الدرجة الثانية، وابتسم بدهاء وده مليان خبرة، ولين فينج ضغط على المسن فاي
مش فيه مشكلة، والمسن فاي اتلخبط شوية لكن وافق، وممتاز سيب الباقي ليا ودخل المعركة، والمسن فاي بص له بخوف. تعمل ايه؟ ما تجروش تعمل كده. ولين فينج على حصانه رد بحسم واثق اننا نقدر نكسب، والفرقة بدأت الهجوم. ولين فينج قال للمسن فاي الروح البيضاء انت بس امسكها 15 دقيقة. وفاي تنهد الولد دوت عنده ثقة بنفسه كده، تمام هاخد مخاطرة معاك. والقائد صرخت لكم النار والقذائف طلعت واحدة ورا تانية وصوتها عالي، والمسن فاي وفر غطاء من الخلف، وفي نفس الوقت شغل المملكة الروحية بتاعته. والكرتين الكبار اتصدموا والكل كان متوتر جدا، والروح الشريرة دي قوية قوي وقدامها دعم كامل للفاي. واتنين من الناس وهمسوا بقلق لين فينج هيهاجم جنب الروح السوداء، وليه لسه ما فعلش المملكة الروحية بتاعته، ولو الروح الشريرة اكلته كله هيتدمر. ولين فينج امر بسرعة تونج وشوان وهوا هاجموا معاه مباشرة جوه المملكة الروحية بتاعته، والتلاتة ركضوا بكل قوته من غير اي تردد. ولين فينج كان واثق جوه قلبه فعلا زي ما توقعت، جوه المملكة الروحية للوحش الارواح السوداء من الدرجة الاولى كان معاه وحوش من نفس الدرجة، وكمان لسه ما فعلوش المملكة الروحية بتاعتهم للقتال، وغالبا مستنيين اوامر الروح السوداء. ابتسم بدهاء وسرعة فنون القتال اهم حاجة، ولين فينج قاد الطريق وهيجذبه من الخارج. وشوان هوا استخدم المملكة الروحية بتاعتك واحبس الارواح الشريرة جواها، وشوان هوا نفذت على طول وفعلت المملكة الروحية، والناس اتفاجئوا فعلا يقدر يفعل المملكة الروحية جوه المملكة الروحية للوحوش ويفعل دولته كمان، وكمان حبس الارواح من الدرجة الاولى. خليك حذر ممكن تنفجر. واحد قلق وقال روحه عايزة تقتل 2 ضد 8. الولد ده متغطرس جدا، ولين فينج فهم انه وقعوا في الفخ وحاول يفعل المملكة الروحية ومهارات الارواح في المدى. وشوان هوا بنفسجية ازاي ده ممكن، ونادى بصوت عالي للتونج تهاجم، والنظام الارواح الشريرة من الدرجة الاولى اتقتلت. كسبت 12,000 خبرة والفرقة اتصدمت تماما، والارواح اتقتلت فورا. وهل وسيط الارواح فعلا مميز كده والقوة ديت مرعبة؟ ولين فينج امتدح شوان هوا وتونج وشغل ممتاز، وفجأة اتفاجئ بحاجة مجهولة هجمته من ورا وحركتها سريعة جدا، وحصل انفجار ضخم وترقبوا الارواح بقلق شديدة. ولين فينج واقف جوه الحاجز مرتاح، والحمد لله الضرر اتعكس ودرع الحماية شغال انعكاس الضرر الجسدي. وبص للروح السوداء وقال اوه انت ذكي كمان وعارف تستخدم السحر دلوقتي. ولين فينج كمل الهجوم المضاد ومشاهد فرصة في غمضة عين. شوان هوا ظهرت ورا الروح السوداء وقطعتها بالشفرة بتاعتها وقسمت الوحش نصين. ولين فينج فرح انتقال شوان هوا فعلا فعالة، والشفرة الروحية تظهر فورا في ايديها كمان. والنظام ظهر انتصرت في المعركة، وروحك الشبح قتلت روح شريرة من الدرجة اس، ونقاط الخبرة روحك الشبح 3800، وافضلية الرفيق زادت 2. ولقد حصلت على اسلحة الشبح المدمرة خطاف الارواح، ولقد حصلت على شجرة منطقة الروح 2. والقائد نادى على فاي حالة المعركة دلوقتي ورد بسرعة في تدخل كبير هنا، ومسن فاي صرخ ضعيف ومش قادر اتحمل اكتر. ولين فينج تدخل فورا مع 2 من الارواح، وبقت بس روح شريرة بيضاء متقلصة واحدة، وتقدموا وانتقلوا بسرعة واستغل الفرصة لتفحص الفجوة. ورغم ان مش مكسورة تماما عملت شق بسيط في المملكة الروحية. والمسن فاي شاف لين فينج وسأله بقلق ازاي لسه جاي هنا؟ انا شايف المملكة الروحية بتاعتي اتكسرت، والروح ديت اقوى من الروح الطبيعية والنصر غالبا صعب. وقائد ضاف قال له صح اجروا وانا هغطيكم. ولين فينج مسح دقنه واشعار النظام بيقول لك انتصرت في المعركة ونقاط خبرة روحك الشبح 500، واشعار بامكانك تطويرها. ولين فينج اتشوق دي اللحظة اللي مستنيها الترقية نجحت، ومستوى تونج اترفع للرتبة ايس، وافضلية الرفيق زادت ب20، وكسبت مهارة وتم تقوية جسم المضيف ب5 اضعاف. والروح البيضاء حست بحاجة غلط، وكل الناس بصوا لبعض متلخبطين وسألوا ليه وقف، ويمكن حست بالخطر. وفي اللحظة دي تونج بقت قوية جدا وجسمها كبر جدا. ولين فينج امر شيان هوا تخترق المملكة الروحية بتاعتها، والكرة الحمراء سحقت قوة العدو. ولين فينج شرح للمسن فاي ببرود 2 من الارواح بتاعتي وصلوا للرتبة اس بيهاجموا مع بعض، وفاي طلع سمويه 2 بقوا في الرتبة اس، نقدر ناخد قدرة جديدة كده فجأة. وتونج هاجمت في نفس الوقت، ولين فينج قال متحمس دلوقتي وقتك تتقتل. والروح البيضاء لوحت بايدها واشارت لرفاقها ينضموا للمعركة، وتونج قتلت بوحشية. ولين فينج اتفاجئ شوية الورقيات ديت ممكن تعمل ارواح اكبر كمان. واحد منهم استغل انشغال تونج وهاجم فورا، وفاي صرخ بحزم كل نصها مع هجوم لين فينج واحموا المحيط. الولد دوت عنده خطة ودلوقتي محبوس جوه المملكة بتاعة الزون، والاشباح اللي متحكم فيها بالعباء ممكن يستغلها دلوقتي، وامرهم يتصرفوا مع الورقيات ديت. وانظهرت ارواح لا حصر لها ومع انفجارات، وربط الهدف المحدد والوحوش الشباب بالسور غضبانه. والوحش كافح بعنف وحاول يتهز من على الناس دولت. والوقت جه ولين فينج صرخ بكل قوتك يا تونجا، وفجأة الروح البيضاء عملت حركة غريبة وسيف تونج قسم جسم الوحش الشبيه بالسور للنصين. والوحش ما كانش لسه فاضل ليه وقت يرد قبل ما شخصية بيضاء تندفع عليها، واستخدم قوته علشان تعرض هجوم تونجا. وتونج فتحت بقها وصاحب بصوت عالي، وجسم الروح البيضاء اتكسرت على طول. ولين فينج فضل
فضل ساكت بيفكر لنفسه اتصرفنا معاه بس ليه صوت اشعار النظام ما طلعش. وفاي بص للمكان واتفاجئ وهرب النقطه بنفسجيه ماشيه بسرعه عاليه جدا وبص وبعت على بعد 500 متر. وعيون لين فينج اتسعت وفهم اخيرا اكيد لازم يكون عنده القدره على عمل نسخ. ولين فينج ذكر تونج بريفي ما تجريش وراها دلوقتي، حمايه المدينه اهم، وقبل ما نعرف نمط حركتها ما تتصرفيش بتهور. ومساعد قلب صدمه والروح الشريره متقلصه ما قدرتش تكسب وهربت. واول مره اشوف حاجه زي ديت. وفاي ظفر الحمد لله الولد دوت قدرنا نثبت وجودنا وصغير كده هوت وانجازاته متفوقه على بتاعتي وفعلا انا كبيره. وكل مدح لين فينج وشغله ممتاز جدا وعمرنا ما انحنينا لحد، لكن قدرتك تتحكم في روحين من الدرجه اس حاجه لا تصدق. والمسن فاي حط امل كبير على لين فينج، وجوده عبقري زيك شرف للبشريه. ولين فينج رد بسرور انت بتدلعني يا مسن فاي مقارنه بمحاربين زيك حموا الحدود سنين، انا هعمل ايه؟ وفجاه اشعار من النظام المسن فاي ارسل اشاره استغاثه من مدينه الصفصاف، وكل القواعد السبعه في جنوب المدينه اتهاجمت وجزء من موجات الارواح وصل لقدام المدينه الذهبيه. وايه اللي خايف منه؟ ولين فينج كشر شفايفه وفكر موجه الارواح ديت دايما بتهاجم نقطه الضعف وشكلها فوضوي بس محسوب قبل كده، وكل خطوه متجهه لمدينه الصفصاف. والشخص اللي على طرف تاني من الهاتف صرخ استعدوا لتدمير مدينه الصفصاف. والمساعدين قلقوا وسالوا مسن فاي نعمل ايه دلوقتي؟ ونروح نساعدهم ومراتي واولادي كلهم جوه المدينه. ومسك وشه بيأس ازاي نقدر نساعدهم ولو سيبنا المكان موجه الارواح من الغرب هتسيطر والمدينه كلها هتبقى اخطر. ولين فينج اقترح بحزم انا هروح، وفاي وافق فورا. وتمام لين فينج فعلا بطل شاب. ومساعد توسل بعدين وقال له خلي بالك من مراتي واولادي. وبعدين لين فينج قفز على حصانه وكمل طريقه. ولين فينج افترض ان موجه الارواح ديت مش صدفه، فهي منظمه تكتيكيا وللروح الشريره من الدرجه اس تقدر تتحكم في الاشباح حواليها. وهل اقدر الاقي الحل بدخول المدينه؟ وبره البوابه الغربيه لمدينه الصفصاف اندفع بقوه. ولين فينج راقب المحيط وحلل سور المدينه الغرب شكله عادي جدا. وصلت رساله على الجهاز والوافد الصغير بن غيون كبير لين هل انت جوه مدينه الصفصاف وتقدر تيجي وتنقذنا؟ واحنا محاصرين في بدرون المول ومليان ارواح شريره بره ومش هنقدر نهرب. ولين فينج فهم فورا موجه الارواح دخلت المدينه فعلا وحاجز بنفسجي وميدو قدامها لديت المملكه الروحيه. اعتمادا على ذاكره للخريطه استنتج لين فينج فعلا مغطيه نص المدينه، وهل هي روح شريره من الدرجه اس او اعلى؟ جسمه بدا يتسلل جوه ولين فينج راقب بهدوء المملكه الروحيه دي خبيثه جدا وسهل الدخول وصعب الخروج، وجواها لسه شكل المدينه الاصلي. ولما الكل ياخد باله هيبقى فات الاوان للهروب. وبص حواليه المدرسه جوه المدينه تسيطر عليها كمان. في المخزن تحت المول الطلاب همسوا مع بعض. بن غيون بعثت اشاره الاستغاثه وارسلتها من زمان بس بيرلين ممكن حتى ما يبقاش جوه المدينه. وبن غيون اتوتر اكتر وموجه الارواح ديت شريره جدا المره ديت وخايف حتى هو ما يعرفش يتعامل معاها. والولد السمين قلبي ياس ماسك دماغه خلصنا كنت عارف ما كنتش المفروض اخد المهمه ديت ودلوقتي محبوس هنا اهوت ولو مت محدش حتى يجمع جسمي. ولين فينج وصل للمدخل الرئيسي في نفس الوقت والمول دوت كبير جدا فين يكون. والولد السمين افتكر فجاه وقال صحيح جيانج سون مش هبوكي مش من الروح الرئيسيه من الدرجه ايه ليه ما جاش ينقذك؟ البنت ردت وهي مخنوقه وقالت ابويا بيحارب في الجهه الجنوبيه ومش مسؤول عن المنطقه ديت وما قدرش اوصل له وممكن يكون اتقتل. وفجاه خبط على باب الحديد وجيانج سال بخوف ممكن يكون كبير لين. ولين فينج من بره نادى حد هناك والصفائح الحديديه اتضربت واتشوهت والوحوش ظهرت وخلت كل الطلاب في حاله فزع وروح شريره هربت. وفي نفس الوقت لين فينج لاحظ حاجه غلط ونظره ارتباك وحيره على وشه وتمتم لنفسه هل ديت هي؟ والبنت ماسكه ابنها جامد في حضنها. ولين فينج اتصدم وقال دي امي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وسلام.